السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميرة صابر من قناتي اميرة في مطبخ. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. هنا معانا بولة وهنحط فيها 7 كوبايات دقيق، يعني كيلو دقيق الا حاجات بسيطة. ان احنا بنضيف الدقيق، دي اخر كوباية. مج الشاي العادي، ونص معلقة ملح، ونص معلقة خميرة. عايزة تستغني عن الخميرة عادي. هنقلب المكونات جافة كلها مع بعضها كويس. ومعانا هنا اول كوباية مية هننزل بيها تدريج، حتى لو انت عارفة معيار المية لازم تنزلي بيها تدريج عشان العجين. مش عايزين العجينة بتاعتنا تبقى سايلة، وعايزينها تبقى قوامها حلو. هتنزلي معلقة بمعلقة في المية، يعني مش هننزل برضو بالكوباية كلها مرة واحدة، لا احنا هننزل حبة حبة بالمية، علشان احنا عايزين العجينة بتاعتنا تبقى لها عرق، تربي عرق معانا. هنا بقى اكنك انت بتبسي الكحك بالسمنة، بس هنا بقى بالمية مش بالسمنة. وما بتضافش عليه اي مادة دهنية في العجينة، عشان لما بتيجي تشديه تعملي له توريقة ما يبهدلش منك ويتقطع. هنا شايفين انا بنزل بالمية واحدة واحدة، دي اول كوباية. هنجيب بقى ايه تاني كوباية مية. لازم العجينة بتاعتنا تتعجن كويس قوي علشان تربي عرق، وهنعرف مع بعض في الفيديو ازاي تخلي العجينة بتاعتك تربي عرق حتى لو ما كانش الدقيق له عرق اصلا. اي دقيق عادي، حتى لو دقيق بلدي، انا كنت عاملاه بدقيق بلدي درجة اولى عادي، منخول كويس، ما فيهوش اي مواد من اللي هي يعني اي ردة او اي حاجات من اللي بتبقى في الدقيق. هنا بقى دي الكوباية التانية. هنعجنها كويس، يا دوب احنا هنعجن والعجينة بتاعتي هتتماسك مع بعض. لا احنا حطينا كوبايتين مية غير دي. العجينة بتاعتي دول 7 كوبايات. معروف ان كيلو دقيق 8 كوبايات من مج الشاي، مش من كوبايات الصغيرة. انا اخدت في 7 كوبايات دقيق، ونص معلقة ملح، ونص معلقة خميرة. خدوا مني كوبايتين مية، وخدنا من الكوباية التالتة ربع كوباية قولي ومعلقة كبيرة. زيادة عن ربع كوباية معلقة. هنا بقى انا غطيت العجينة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وجبت طبق فيه شوية مية عشان نبل ايدنا منه كده، ونعجنها ونخدمها كويس قوي. والعجينة بتاعتنا تخليها تربي العرق. لو انت عايزة تخليها تربي العرق بسرعة، تعجني شوية وتسيبيها دقيقتين ترتاح، وترجعي تعجني فيها تاني وترجعي تسيبيها دقيقتين ترتاح، لحد ما تربي منك عرق وتعمل مطة معاكي، وكده يبقى العرق بتاعها مظبوط. هنا بقى انا هسيبها ترتاح حبة. نجيب لها كيس، طلها نقطة زيت عشان الوش بتاعها ما يشقاش ويعمل تشققات ويبوظ منك وتشقق، وانت بتفرديها مش هتبقى كويسة خالص. هنا بقى هنحطها ستريتش راب او كيس نايلون ونسيبها ترتاح شوية. هنا دي بعد ما ارتاحت عجلنا فيها تاني اهون.
كانت سهلة فردها، علشان لو حسيت ان هي جامدة قوي تسيبها ترتاح منك، وبعد كده ترجعي تعجني فيها حبة كمان لحديت ما ترمبي العرق بتاعها. اهم حاجة العجينة بتاعتنا ما تبقاش سايحة وما تبقاش سايلة، هي دوبك تحس ان هي جامدة شوية كده، عشان كده احنا بنسيبها ترتاح ونرجع نعجنها تاني. هنا بقى هنختبر العرق بتاعها، شايفين المطة بتمط ازاي؟ كان الاول بتقطع منك وما ما كانش لها عرق لسه. هنا بقى نبدأ نقطعها. هنا احنا حشنا المية اللي احنا جايبينها. هنا هنقسم العجينة الاول لنصين، حابة انت تصغريها عن كده عادي، مش حابة برضو عادي. هنا بقى هتكتري رشة الدقيق تحت العجينة علشان تتفرد معاكي بسهولة، يعني اللي هيسهل فرد العجينة معاكي الدقيق. هنا بقى وبنشابة وهتفرديها بالطول وبالعرض حاجة بسيطة، يعني احنا هنركز زي ما انتوا شايفين في الفيديو بالطول. هقرب لكم الكاميرا، هبعد لكم الكاميرا شوية عشان تشوفوا كل حاجة بالتفصيل. هنا كل ما تحس ان العجينة بدأت تلم معاكي تاني وعاملة زي الاستك والكش معاكي، ترجعي تشيلي العجينة بإيدك وترشي رشة الدقيق كده زي ما انتوا شايفين، علشان العجينة بتاعتنا يعني تتساهل في الفرد بتاعها. هنا انا كنت بشوف بايدي، لازم ان انت تسوي العجينة من الاطراف ومن النص ومن الجنوب ومن جميع الجهات، وتبقى العجينة بتاعتي متساوية. هنا بقى معانا نص كوباية سمنة بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو في الصيف عايزينها متلجة، انما احنا لو في الشتاء في الجو برد عايزينها يعني درجة حرارة الغرفة متماسكة، مش عاوزينها سايلة. ما ينفعش تستخدمي في الوصفة بتاعتك زيت يا سمنة يا زبد. هنا بقى انتي دهنتي السمنة على العجينة كلها، وهتبدأي بقى تشدي العجينة وتلفي رول، يعني وانتي بتلفيها رول بايه، بتشديها تخليها ترق كمان، بس احنا مش عايزينها رقيقة قوي، يكون سمكها كويس. هنا لفيتها رول اهو، وعند الجنب الاخير هتقفلي برضو عليها كده زي ما انتوا شايفين، وهنبرمها برمة صغيرة. وبعد كده انتي بقى حابة تقطعيها تقطيع صغير او تقطيع كبير. هنا انا هعمل الرول 3 فطيرات، عايزاه وسط، ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي، ما بين اللي بتشترى الجاهزة الفطير بتاع الأفران والكبير. هنا بقى دهنة بسيطة كده من الزيت، وهتغطيها بالستريتش راب أو بكيس نايلون، وهنعمل النص التاني برضو بنفس الطريقة. هتفرديها برضو وهتحطي السمنة، وهترجعي بقى وانت بتشديه تعمليها رو. هنا بقى انا خلصت التاني. لو انت في الصيف، معلومة مهمة، لو انت في الصيف اللي انت خلصتيها هتروحي تحطيها في التلاجة، انما لو في الشتاء هتسيبيها بره كده. اهم حاجة السمنة بتاعتك او الزبدة ما تسحش منك. هنا بقى بعد ما خلصنا هنجيب اول واحدة وهتفرديها تاني بالنشابة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى حابة انتي تحط لها السمنة دي عادي، مش حابة يعني مش اجباري، هي كده كده هتبقى مورقة منك، بس انا عايزاها تبقى متبقاش في حتة سليمة كده ما فيهاش سمن.
التطبيقة وانت بتطبقيها وهتكوريها، مش عايزة ايه كلها تبقى عجينة كده فوق بعضها. هنعمل بقية الكمية برضو بنفس الطريقة، هتفرديها وعايزة تدهني سمنة عادي، مش عاوزة برضو عادي، هتورق منك هتورق منك. هنا بقى انا عملت منهم من الستة 2 مش بسمن، يعني اللي هي التوريقة الأخيرة دي ما عملتهاش، يعني عشان برضو أعرفك إن هي عادي. هنا عملت فيهم جبن، يعني جبنة مخلوطة على مش فلاحي. هنا زي ما انتم شايفين، بس هتقفلي الجنوب كده كويس أوي وهتضغطي ضغط عليها عشان الجبنة ما تطلعش من، يعني ما تيجي تفرديها في الصينية او ما تدخل الفرن ما تطلعش من الفرن. هنا بقى واحنا بنفردها بعد ما كورنا الكمية بتاعتنا كلها، بنفردها في الصينية، تدهني دهنة خفيفة كده للصينية وبتفرديها وما بترققهاش قوي، يعني تخلي برضو السمك بتاعها مظبوط. هوريهولكم معانا في الفيديو بعد ما نفردها السمك بتاعها قد ايه. هجيب لكم برضو طريقة التسوية من الألف للياء. هنا شايفين السمك بتاعها باين كويس في الكاميرا، ودي واحدة تانية دي يعني اللي هي الجبن. اللون الغامق اللي في الفطير دون مش عفار او حاجة في الدقيق، ده من جبنة اللي احنا حاطينها فلفل احمر. هوريهولكوا عن قريب اهو، هو اللي غامق تحت كده. برضو السمك بتاعها نفس النظام، هتحطيها عندك وهتغطيها على ما تخلصي، بتبقى انت عارفة اللي اتعملت الاول من اللي اتعملت الاخر. دي الكمية بتاعتي بعد ما خلصت 6 فطرات. الكمية دي اللي بقى ايه اللي انتي فردتيها الاول هتبدأي التسوية بتاعتها. انا الصراحة خلصت وبدأت التسوية على طول في اول واحدة عملتها. ولعت الفرن يسخن على نار عالية والشواية برضو على نار عالية، وبعد كده هديت الفرن اهو زي ما انتم شايفين على درجة حرارة وسط انما الشواية عالية، ودخلت الفطير بتاعنا كده. شايفين بقى وهو قبب حاجة كده بجد تحفة، ولا طعمه كان خيال. اتمنى ان انتوا تجربوه، وما تنسوش بقى لايك الفيديو واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. هنا بقى ايه وهو رايح ياخد لون بتديله دهنة سمنة خفيفة يخلي اللون بتاعه ذهبي كده مظبوط. شايفين اللون بتاعه كده من فوق ومن تحت كده تحفة. اتمنى ان انتم تجربوه، وما تنسوش بقى ايه تعليق حلو كده منكم يقول لي رأيكم في الفطير بتاع النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.